والنبي يا إدارة الزمالك فوقهم. حامد حمدان ب 20 مليون جنيه بس، وكيله لسه طالع متكلم امبارح بيقول لك اللاعب ب 20 مليون جنيه بس، في اتفاق 20. اي رجل اعمال فيكم يدفعهم وبعدين نحل مشكله بتاع الكود ده وبعدين نجيبه، بس يدفعوهم وخلصوا. لاعب زي ده يخلص ب 20 مليون جنيه بس، ده انت بعدين تقدر تبيعه بكام مليون، ب 3 4 5 مليون دولار لو فضل على مستواه ده وزاد. نفسي تعملوا حاجه صح بقى، بكفايه اللي احنا فيه بسببكم. ده كل اخبار الزمالك عدت هم، بس الواد ده لو جه والله هيفكلنا مشاكل كتير قوي في نص ملعبنا. تخيل انت هيبقى عندك دونجا وهو 6. يا جدعان فوقوا بالله عليكم، الواد جاي بمبلغ قليل، انت ما حصلتش 400,000 دولار في لاعب زي حامد حمدان ازاي؟ ده لقطه ان في اتفاق ما بينك وما بين بتروجيت انت تاخده ب 20 مليون جنيه بس. فيعني يا حسين يا لبيب، اعمل حاجه صح بالله عليك.